شاء الله. بس لكن ما في زي أسئلة الهجرة. السؤال هذا بقول في هناك جماعات إسلامية من أهل فلسطين تمدهم الشيعة الروافض يعني معروفين. هل يحق لنا أن نأخذ منهم ونسب عليهم مثل حرب اليهود؟ أنا أعتقد أن الشيعة ليسوا فقط هم في هذا المجال، بل بلد الكفر كلها والضلال إنما يقدمون قرشا ليأخذوا أكثر من ذلك. يعني هم يتعاملون على المثل العامي: حق لي لحق الله، حق لي لحق الله. فهم لا يقدمون هذه المساعدات إلا مقابل شيء يوطئون له ويمهدون له ولو للمستقبل البعيد. والمثل العامي السوري ما أدري إذا كان عندكم هذا أيضا معروفا: أطعم التم تسهل العين. أيضا هذه حكمة. لذلك نحن نقول لا نرضى لإخواننا الفلسطينيين ولا لأي أخ مسلم أن يقبل مالا من دولة كافرة أو حكومة ضالة، لأنها لا تدفع شيئا لوجه الله وإنما لنشر المذهب والضلال. هذا ما عندي. هم يدفعون قرشا ليأكلوا قرشا. أيوة.